ما كنتش متخيل ان انا اقدر اعمل كده مع حماتي. بجد بنام واقوم واحلم بيها. انا بحبها قوي. اسمعوا قصتي واحكموا وشوفوا هتتصرفوا ازاي مع اللي حصل ده. طول عمري وانا متفوق في دراستي، وبصراحة كده كان هدفي ان انا اخلص الدراسة واسافر برا. انا عارف ان انا ماليش مستقبل او كنت بحلم بحاجة كويسة، والحاجة دي ما كانتش هتحصل الا لما اشتغل برا. وفعلا سافرت بلد خارج القاهرة، وكنت مبسوط قوي بالشغل هناك. وكنت مسافر وناوي وحاطط في بالي ان انا لازم ابقى حاجة واشتغل وابقى كويس واكون نفسي. والحمد لله ربنا كرمني بشغل حلو، وبدأت اشتغل وبقى معايا فلوس كتيرة جدا. قعدت في الغربة يمكن اكتر من 6 سنين، وشغلي ليل نهار. كنت طبعا ببعت لأهلي فلوس وانا كنت بكون نفسي في الوقت ده، ونسيت نفسي لدرجة ان انا قعدت كذا سنة منزلش. لدرجة ان انا نسيت نفسي فعلا، والسنين بتعدي والايام بتعدي والعمر. فامي اتصلت عليا وقالت لي انت لازم تنزل عشان تتجوز بقى، وكفاية غربة وشقة. عاوزة اشوف لك حتة عيل نفرح بيك. هتنسى نفسك في الشغل وبعد كده هتلاقي نفسك كبير ووحيد، وما عندكش عيال ولا زوجة تاخد بالها منك. المهم فعلا فكرت في كلام امي وقررت ان انا انزل اجازة واشوف. وقلت لها شوفي لي واحدة تكون بنت حلال اتجوزها. المهم انا عشان بسافر وما عنديش اي استعداد ان انا انزل واشتغل في مصر، انا عاوز دايما افضل بره، لان الشغل بتاعي كويس جدا ومريحني وانا مرتاح فيه. وفعلا اتصلت عليا وقالت لي ان احنا شفنا لك عروسه. هي طبعا هي وخالتي، هي ملهاش غير خالتي، شافت لي عروسه. المهم نزلت قالوا لي العروسه دي وحيده ابوها، يعني امها وابوها متوفيين من وهي صغيره وعايشه مع امها، بس بنت جميله. المهم نزلت قالوا لي العروسه دي وحيده ابوها، يعني عايشه مع مامتها وباباها متوفي من وهي صغيره، عايشه مع امها بس بنت جميله ومخلصه وبتشتغل. قلت لهم وميله. وفعلا نزلت ورحنا عملنا زياره للناس، ودخلت على العروسه وباباها متوفي من وهي صغيره. العروسه حلوه وكل حاجه، بس بصراحه ما اخبيش عليكم، اللي شدني اكتر مامتها. مامتها بقى ما اقولكوش حلاوه وجمال وجسم. كانت بصراحه هي دي الملفتة، وهي دي اللي أخدت عقلي وقلبي. طول القعدة وهما بيتكلموا أنا عيني على مامتها، لدرجة إن هي أخدت بالها وبدأت تتحرك. وخلاص قالوا إن هما هيفكروا وإحنا كمان نفكر إن أنا بشتغل برا وهسيبها هنا وكده. كان كل عقلي وتفكيري مع مامتها. إزاي حد بالجمال ده ولسه صغيرة؟ بنتها عادي مفيش مشكلة. المهم عدى أسبوع وسألنا تاني وقالوا إن هما موافقين إن إحنا نتخطب. ورحت فعلا خطبتها زي ما قلت لكم. ويا ريت بقى الخطوبة دي كانت مش معاها هي بس، أنا كنت بقابل بنتها وعرفت إن بنتها واخداني كده علشان فلوسي، وما كانش بيهمها مني أي حاجة غير الفلوس والهدايا والحاجات دي. لدرجة إن إحنا واحنا بنشتري الشبكة، اشتريت الشبكة واشتريت لمامتها سلسلة دهب. حتى استغربت جدا وسألت وقالت انت ازاي بتعمل كده؟ قلت لها انا بعتبرها زيك بالظبط، ولازم افرحها هي كمان، وهي بقى معتبراني زي ابنها، فانا حبيت افرحها. المهم امي سكتت وما اتكلمتش. انا بيني وبينكم ما كانش في نيتي اي حاجه غير اللي انا قلتها، كانت في نيتي حاجه تانية. كانت في نيتي ان انا الفت نظرها ان انا معجب بيها وبجمالها، وهي اللي عليها العين مش بنتها. يعني ما كنتش حاططها قوي في بالي، لاني عرفت لما سألت عليهم ان هي بتحب واحد زميلها، وانا طبعا مرضتش اتكلم عشان لو اتكلمت الموضوع هيتفشكل، وانا عاوزة ابقى جنب مامتها. مامتها بصراحة كانت مجنناني، وما كنتش عارفة اوصل لها ازاي. لدرجة ان انا كنت بعرف ان بنتها في الاوقات دي مش في البيت، ورحت لها مرة فتحت الباب وسابته ودخلت وبتقول لبنتها امال مفتاحك فين؟ ما فتحتيش الباب ليه؟ دخلت وراها ولقيتها اتخضت جدا. اول ما شافتني قالت لي ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ انت مش عارف ان هي في الشغل دلوقتي؟ قفلت الباب ورايا وهي كانت طبعا بلبس البيت. وما اقولكمش بصراحه كانت جميله قد ايه. قلت لها ما اخبيش عليكي انا جاي لك انتي بس، من اول يوم شفتك فيه وانا مش قادره اشيلك من دماغي. انتي جميله جدا، وده شفته فيكي من اول نظره. يا ريتك انتي اللي تبقي خطيبتي وبنتك. لا. قالت لي انت بتقول ايه؟
انت ازاي تقول كده وازاي تعمل حاجة زي كده؟ ازاي عشان تكسب قلب بنتي تبقى عاوزني انا وانت عاوزني اقول لبنتي ان انت مش بتحبها؟ قلت لها اصلا بنتك مش عاوزة مني غير فلوس وما بتحبنيش، دي بتحب حد تاني وانا بحبك انت. المهم قربت منها وهي بصراحة يعني ما قاومتنيش خالص. قربت منها وعملت اللي انتم فاهمينه، زي ما قلت لكم استجابت معايا بطريقة غريبة، يعني ما قاومتش اي حاجة من اللي انا عملتها. وحصل ما بيني وما بينها حاجات حلوة كتير، وسبتها ونزلت وبدأت نتقابل انا وهي على طول. كل ما بنتها تكون في الشغل كنت ببعت لها واقول لها وحشين، وكنت بروح لها ونتقابل مع بعض في الشقة لوحدينا. وخلاص الاجازة بدأت تخلص، وقلت لها الاجازة بتاعتي هتخلص ولازم اسافر. انتي عاوزة افشكل الخطوبة بتاعت بنتك واتجوزك انتي؟ قالت لي انت بتقول ايه؟ لا يمكن يحصل حاجة زي كده اكسر قلب بنتي، ولا لا يمكن اتجوزك ابدا. انت بقى لو بتحب بنتي اتجوزها، لكن انا هبقى معاك مستحيل. لكن انا ما اقبلش بحاجة زي كده طول ما انت متجوز بنتي. قلت لها خلاص فكري، لان انا اجازتي خلصت وما قدرتش اسافر، وانا مش قادرة اسافر طول ما انتي مش مراتي. انا عاوزك تبقي جنبي ومش عاوز بنتك. المهم قالت لي لا وكانت زعلانة، وقفت قالت لي انا ليه لا ممكن اعمل حاجة زي كده. المهم فكرت فكرة بصراحة مش عارف اذا كنت صح ولا غلط. انا كنت بفكر ازاي اخليها جنبي وازاي ما تبعدش عني. اتصلت عليها وقلت لها لازم اقابلها قبل ما اسافر لانها وحشني جدا. لبست وتهيأت واتزوقت ورحت لها فعلا في اليوم ده، ومن غير ما تحس صورت نفسي معاها واحنا مع بعض ومشيت. وبعد ما روحت بعت لها الفيديو ده. انهارت جدا وقالت لي انت ازاي تعمل حاجة زي كده؟ قلت لها انا ما تخافيش، انا بعمل كده علشان اديكي فرصة تفكري وان انتي تتجوزيني، وانا صورت نفسي معاكي لكن انا بحبك وعاوزك.